اتفرجتش على مسلسل اشغال شقه، فتعالى في الفيديو ده الخص لك المسلسل بطريقه حلوه قوي، وهو لاني مش هقول لك ملخص الحلقات بالترتيب، انا هقول لك ملخص الشغالات بالترتيب، يعني حسب كل شغاله وهتقعد كام حلقه في المسلسل. سيدي الحوار كله بيبدا بعيله بتكون مكونه من زوجين، وهو حمدي وشغال طب في الطب الشرعي، ومعاه المساعد بتاعه وهو جوهره المسلسل مصطفى غريب. مراته بقى بتبقى اسمها جلال، وهي طالعه بدور ياسمين، وهي شغاله اعلاميه بس قاعده اجازه مؤقته في البيت بسبب ان هي حامل. ده بقى سيدي بتخلف توأم، فبيضطروا اللي هم بيكونوا مش قادرين اصلا اللي هم يربوهم وينزلوا اشغالهم ويعني يعملوا كل احتياجاتهم، فبيضطروا اللي هم يفكروا في فكره الشغاله. ابدا باول شغاله فيهم وهي ام صابرين اللي بتقوم بادائها الممثله انتصار، وهي في الحلقات كلها الحلقه الاولى والثانيه بس. وصابرين بقى يا معلم هي عملت لهم كل حاجه، مميزات بصراحه، فعلا كانت بتساعدهم في تنظيف البيت وتربيه العيال، ولما كانوا بينزلوا مشاورهم وشغلهم كانت هي اللي بتقعد معاهم، بس فيها عيب كبير قوي وهي دايما مش مركزه معاهم اصلا. بيجي هنا بقى اول مصيبه بتعملها معاهم، وان يكون الدكتور حمدي واخد معاه حرز من الطب الشرعي وهو جريمه قتل، كان في تيشيرت فيه اثر رصاص. هي بقى خدت التيشيرت ده قبل ما يروح المحكمه وغسلته، وكمان خيطت مكان الرصاص. مصيبه بقى عملتها، وهي كانت النهايه بتاعتها اصلا في بيت حمدي وياسمين لما كان السبوع بتاع ولادهم بيعملوه، وبرضه ما كانتش مركزه كعادتها وكانت بتكلم صابرين في التليفون، فحط الطبق في الميكروويف عمل ماسك كهربائي وفجر البيت كله. من ضمن المشاهد الكوميديه الصراحه اللي بتفطسك ضحك بالذات لما الفنانه شيرين اللي بتقوم بدور حمات اسماء جلال او ام الدكتور حمدي، لما دايما بتيجي عندهم تخبط عليهم، فام صابرين تيجي تبص على العمليه السحريه وتجري تقول لهم الست اللي في الصوره، ويفضلوا يجروا للمشاهد دي. الصراحه بتبقى جامده قوي، وبالذات كمان المشاهد لما بييجوا يطلبوا منها حاجه وتفضل تعمل لهم كده الحركه دي بصراحه بتموتني من الضحك. في شغاله معانا وهي فاطمه اللي بتقوم بتمثيلها الفنانه ايمان السيد، ودي بقى في الحلقات الثالثه والرابعه برضو بس. دي بقى معلم ما كانش ليها عيوب خالص، بس انا اقول لك على حاجه، ميزتها الوحيده ان هي كانت عيب، وانت طبعا هتسالني تقول لي يعني انا مش فاهم حاجه، اقول لك اللي ميزتها اللي هي كان الاكل بتاعها، يعني هم عاملين عندها سوبر باور او هي سوبر هيرو في حوار الطبخ والكلام ده، فما كانش في اي حد بيقدر يقاوم الاكل بتاعها. دي هنا كانت المشكله، لان ياسمين ابتدت فعلا تاكل الاكل كتير قوي لحد ما وصلت لمرحله انها تخنت جدا ومبقاش ينفع اللي هي توصل للحجم ده، لان هي شغاله مذيعه. ده بقى قعدوا يعملوا في كذا ريجيم وكذا حوار، وكان فعلا في حته الريجيم دي كان في كميه مشاهد كوميديه، بالذات لما الدكتور اللي هو بيقوم بدوره محمد محمود اداهم ارنب اسمه محسن وقال لهم اللي ياكل منه الارنب ده هو اللي ياسمين تاكل منه. طبعا بقى السوبر باور اللي عند فاطمه دي، فهي خلت الارنب ياكل جلاش وياكل كنافه وياكل رز بلبن وياكل حاجات كتير، فطبعا ياسمين كلت زيه، فبالتالي ما خستش. هتسالني على رايي بصراحه، فانا شايف ان الحلقات بتاعت فاطمه دي او بتاعت الفنانه ايمان السيد هي احسن فتره للشغاله في المسلسل كله. شغاله رقم 3 بقى وهي ايلا اللي بيقوم بدورها الممثله ريم الخوري، وهي في الحلقات في المسلسل الحلقه الخامسه والسادسه. دي بقى كانت السلبيه الوحيده اللي فيها، اللي هي كانت بالنسبه لياسمين اللي هي كانت بتغير منها نوعا ما، لان هي كانت جميله جدا، فياسمين خدت بالها ان حمدي دايما قاعد في البيت، ساعات بيتحجج وما ينزلش الشغل وبيفضل برضه قاعد في البيت، حتى لما بينزل الشغل بيقوم واخد الشغاله معاه وبياخد عياله معاه الشغل، ودي حاجه جديده عليه اصلا. لكن بعد فتره بقى بتقعد معاهم فيها بيكتشفوا في الاخر انها اصلا مش عربيه او مش سوريه زي ما هي كانت قايله، ده هي فتاه من منطقه شعبيه، وكمان طلعت حراميه وسرقت عفش البيت بتاعهم كله. الجزء ده بقى من المسلسل كان فيه الصراحه مشاهد كوميديه كتير جدا، منهم مثلا المشهد بتاع الدكاتره اللي عند حمدي في الشغل لما شافوا ايلا فقاموا جايين له في نفس اليوم بالليل وكلهم باتوا عنده، وساعتها ياسمين صحت الصبح لقيت اكتر من 20 واحد باقيين عندهم في البيت، فقعدت الصراحه يعني كلهم كانوا بيعملوا تصرفات كانت جامده قوي وتخليك اصلا قاعد عمال تضحك من الموقف اللي هم فيه. مشهد الصراحه من ضمن المشاهد في الفتره دي اللي قتلني ضحك لما ياسمين كلمت عربي وقالت له اللي هو يجي يتقدم لايلا عشان حمدي ما يبصلهاش تاني. المشهد ده بصراحه موتني فعلا من الضحك. الشغاله اللي بعدها بقى وهي حبيبه الكل الفنانه انعام سالوسة، وطالعه بدور تيتا صفيه وهي في الحلقه السابعه والثامنه. الفتره بقى بتاعت تيتا صفيه دي كانت فيها حاجه مختلفه عن فترات باقي الشغالات كلهم، وهي كل الفترات كانت كلها كوميديه بحته، اما الفتره دي ففيها جزء في الاخر تراجيدي. صفيه بقى من عيوبها اللي هي ما كانتش بتسمع الا لما بيكون في ميكروفون معين كده جاي في الباكج معاها، ادهم لها في المركز اللي هو بيشغل يعني بيوزع الشغالات، ادولهم لحمدي وياسمين الميكروفون بتاعها اللي هي ما بتسمعش اصلا غير بيه. التواصل معاها هو من اصعب الحاجات في المسلسل بالنسبه لهم، فكانوا دايما بيحاولوا يتواصلوا معاها بالكتابه، اللي هم بيكتبوا لها على سبوره وبيكتبوا لها على الترابيزه او اي حاجه عشان يعرفوا يوصلوا لها المعلومه. الفتره بتاعت تيتا صفيه بقى فهي فيها مشهد هو بالنسبه لي اكتر مشهد كوميدي في المسلسل كله، مشهد كبده عم بيومي. كبده عم بيومي دي هو عباره عن اللي هو الدكتور حمدي خد برضه حرز معاه من الشغل، وهي كبده بني ادم اتقتل، فكانوا بياخدوها عشان يعرفوا البني ادم ده مات مسموم ولا مات عادي، فخدها معاه البيت عشان يحللها هناك.
فعربي بدل ما يحطها في الفريزر ما كانش عارف يفتح الفريزر، فقال لتيتا صفيه اللي هي تحطها في الفريزر، وللاسف هي ما بتسمعش من غير الميكروفون وهو ما يعرف. تيتا صفيه طبعا ما سمعتوش اصلا، وكأي بني ادم عادي شايف يعني هي مش حاجه طبيعيه ان تلاقي كبده بني ادم عندك في البيت، فهي خدت الكبده وطبختها وحطيتها له مع الاكل. ولسوء الحظ اللي الدكتور حمدي كان عازم مديره في الشغل هو ومراته عشان يصالحوا. طول المشهد بقى وهم عاملين ياكلوا في الكبده وهم مش عارفين اصلا انها كبده بني ادم، وعمالين يشكروا فيها ومش عارف ايه. ولكن بتيجي الصدمه هنا ان دكتور حمدي بيخش المطبخ وبيبص على الحرز بيلاقي الكيس فاضي. هنا بقى اكتر حته مضحكه في المشهد كله، لما عربي بيجي وبيكتشف ان تيتا صفيه ما بتسمعش وان هي طبخت الكبده، ولما لما بيجي الدكتور اللي هو مدير حمدي في الشغل يدوقوا الكبده وعربي ما بيكونش راضي يدوقها. والصراحه الرياكشنات في المشهد ده جامده قوي. تاني مشهد كوميدي في الفتره بتاعت تيتا صفيه بقى هي لما راحت مع دكتور حمدي المشرحه وجالها هناك غيبوبه سكر، والدكاتره افتكروها اللي هي جثه ميته، فقاموا بعتوها في تابوت اللي هي تروح تدفن. في مشهد المقابر ده بقى بصراحه واحد من اكتر المشاهد الكوميديه في المسلسل كله، واللي بيضيف دايما للمشاهد الكوميديه. انا عارف ان انا بقول حاجه زي دي ممكن ناس كتير يعني تختلف معايا، ان ما كانش الناس كلها تختلف معايا، اللي هو فعلا مصطفى غريب في بعض المشاهد كان بيعلي في الكوميديا عن هشام ماجد. بس كده الناس ما كانتش اصلا مصدقه اللي هم يعني ما كانتش مصدقه حمدي وعربي اللي الست اللي جوه دي عايشه مش ميته، فعملوا حركات كده لحد ما سرقوا الميكروفون من الشيخ اللي كان واقف ونده على تيتا صفيه فصحي التاني. خامس شغاله معانا وهي هناء اللي بتقوم بيها الفنانه نوع عابدين، وهي في الحلقه 9 و10 من المسلسل. الشغاله دي بقى كانت السلبيه بتاعتها اللي هي عندها او سي دي، يعني ما بتحبش تشوف حاجه مش مترتبه، ما بتحبش تشوف حاجه مش نظيفه، ما بتحبش تشوف حاجه مش في مكانها. فده كان فعلا يعتبر هي اللي اصلا كانت بتخلي حمدي وياسمين هم اللي بيخدموها مش هي اللي بتخدمها. لسوء حظها بقى بسبب نظافتها فحمدي وياسمين بيجي لهم مرض اللي هو الامل في الشعر، فهي بتبقى رافضه تماما اللي هي تقعد معاهم في الشقه، لكنهم بيقنعوها اللي هم ما لهمش غيرها وهي محتاجين لحد يقعد مع اولادهم. والامر الطبيعي اللي هيحصل اللي هي اتنقل لها فعلا العدوى وبقت بمعنى صح مأمله زيهم. عاوز اقول لك بقى انك طول الفتره دي وانت بتتفرج على المسلسل في الفتره بتاعت هنايا دي لما جالهم مرض اللي هو الامل في شعرهم ده، انت طول المسلسل في الحلقات قاعد عمال تعمل كده، كل ما يظهروا تورش في شعرك، وده امر تلقائي. اكتر بقى مشاهد مضحكه في الفتره دي وهي ملهاش علاقه بهناء تماما، لان من وجهه نظري الفتره اللي بعد كده بتاعت الشغالات هي اقل تماما من النص الاول في المسلسل. المشاهد المضحكه دي بقى وهو المشاهد اللي بين الدكتور حمدي وياسمين وبين فادي اللي هو بيقوم بيها الفنان احمد عبد الوهاب، اللي هو مبدع بصراحه فعلا في الدور ده، وتحس ان هو مستفز اللي هو اي مشهد ليه بتبقى عاوز تخش اللي هو تضربه من الاستفزاز بتاعه. المشهد التاني لما راسوا هما الاثنين في الاخر لما كانوا بيحاولوا يقلدوا جزء من مسلسل فريندز. سادس شغاله معانا هي معتزه اللي قامت بيها الفنانه انجي وجدان، وهي حلقه ال11 وال12. دي بقى كان ليها ميزه صغيره وعيب كبير. الميزه الصغيره اللي هي ما كانتش بتاخد قبض شهري خالص، لكن العيب الكبير اللي هي كان ليها منيو بكل الطلبات اللي هي بتعملها، كل حاجه ليها ثمن معين. طبعا حمدي وياسمين في الاول لو ان الموضوع اللي هم ممكن يستغلوها عادي، لان هم مثلا لو اللي هي تعمل لهم كوبايه الشاي ب5 جنيه، تعمل لهم قهوه ب8 جنيه، تغير مثلا للعيال ب12 جنيه، لكن هم ما يعرفوش اصلا اللي فيها. الحكايه وما فيها بقى ان هي كانت بتعمل كل خطوه ليها بفلوس. يعني مثلا لما كانوا يخلوها تعمل بيض على الفطار، هي كانت بتحسب وهي بتكسر البيض ده ليه تمن، وهي بتسوي البيض ده ليه تمن، واللي هي توصل البيض من المطبخ للترابيزه ده ليه تمن لوحده. يعني مثلا البيض لو مكتوب في المنيو بتاعها ب10 جنيه فبتحاسبه مع اللي هو ب80 جنيه، تمن اللي هي بتسويه وتمن اللي هي بتوصله لهم لحد الترابيزه. يا اخي ده حتى لما زهقوا منها ومن اسعارها وحبوا يمشوها طلع اللي فيه في العقد بتاعها شرط جزائي ب150,000 جنيه، وربنا لو محمد صلاح مدفع فيه 150,000 جنيه شرط جزائي. اكتر بقى المشاهد الكوميديه في الفتره دي هم مشهدين. اول مشهد طبعا الفتره اللي حاول فيها عربي وحمدي ان هم يتفقوا يعملوا خطه يطفشوا بيها الشغاله دي، فعملوا ايه اللي هم بوظوا الحمام بتاعها وعملوا كل حاجه في الحاجه بتاعتها بوظوها عشان تضطر اللي هي تلجأ للحاجه بتاعتهم. وهنا بقى كانت الخطه بتاعتهم اللي هم عملوا منيو ليها زي ما هي بتعملهم بالظبط. يعني مثلا عاوزه تخش الحمام فهتدفع 650 جنيه عشان تستخدم الحمام في المره الواحده، او مثلا هي لو عاوزه تجيب سباك عشان تصلح الحمام بتاعها فهتدفع 5,500 عشان تجيب سباك بس. هم كده استخدموا نفس السلاح، وطبعا هي ما كانتش قادره تسجل الفلوس بتاعتهم دي كلها فاضطرت اللي هي تهرب من البيت. مشهد من المشاهد الكوميديه في الفتره بتاعت معتزه دي وهو مشاهد الراجل الهندي عشان بس خاطر المترجم بتاعه اللي كان بيقوم بيها الفنان الشاب الوجه الجديد ميشيل بقى في الدور ده او في اي دور عامه فعلا عنده قبول كبير قوي، وتحسه كده اللي هو بيمثل على طبيعته مش بيضطر يتصنع في المشاهد.
وفي المشاهد بتاعته بقى ما كانش بيترجم للراجل الهندي ده ترجمه حرفيه، كان بيترجم ترجمه كوميديه وفي نفس الوقت بيوصل لهم الكلام. شغاله معانا وهي هاديه اللي بتقوم بيها الفنانه رحمه احمد، وهي بتطلع في حلقه واحده بس، هي الحلقه ال 13. دي بقى فيها عيب من اكبر العيوب اللي موجود في الدنيا كلها عند اي شخص، وهي بتحب تتصنط وتاخد الكلام ده وتروح تنقله لاي حد بتتكلم معاه. فراحت حكت لدريه اللي هي ام الدكتور حمدي اللي ياسمين بتقول عليها حربايه وبتقول عليها مش عارف حيزبونه وبتقول عليها ايه، فوقعت العيلتين في بعض. وساعتها ياسمين اتخانقت مع حمدي وطلبت منه الطلاق، لكن حمدي طبعا مش عاوز موضوع الطلاق ده، فقعد ياجل ليه، مره يقول لها عندي شغل ومره يقول لها مش عارف ايه، ويفضل ياجل فيها اسابيع. فاضطرت اللي هي تقسم البيت وتحط حدود ما بينهم. تامن شغاله معانا هي فايزه اللي بتقوم بدورها الفنانه مي كساب، وهي في الحلقه ال 14 وال 15. دي بقى ظهرت في الاول اللي هي طيبه وغلبانه وعاوزه تساعدهم في البيت، لكنها جت في مره بعتت رساله لحمدي من تليفون ياسمين ورساله لياسمين من تليفون حمدي عشان ينزلوا ويتصالحوا على بعض كانهم هم اللي باعتينها لبعض، واستغلت الموقف ده وزورت عقد للشقه بتاعتهم باسمها. طبعا لما جم يرجعوا البيت لقوا اللي هي شايله اليافطه بتاعت الشقه ومجرره الشقه كلها وما رضتش تدخلهم. ده حتى لما بلغوا البوليس جه وشاف العقد وما لاحظش ان هو مزور اصلا، فاضطروا هنا ان هم يرفعوا قضيه ويخشوا المحكمه هنا بقى بتشوف العقد بتاع دريه اللي هو ام حمدي لان الشقه باسمها بتلاقيه صح، وبتشوف برضو العقد بتاع فايزه ده ما بياخدوش بالهم اللي هو مزور، فبيحكموا ان الشقه تتقسم بينهم بالعقد. هنا بقى بتبدا فتره لا كاسا دي بابل الغلابه، ان عربي بيجمع كل الشغالات اللي ظهروا في المسلسل كله عشان يعملوا خطه يطفشوا بيها فايزه وجوزها. الخطط دي بقى كانوا 3 خطط، منهم 2 فشلوا لحد اما تيتا صفيه جت وقالت اللي هي عاوزه تضحي بقى بنفسها، اللي هي هتاخد معلقه شوكولاته عشان يغموا عليها كانهم بقى هم اللي حاولوا يقتلوها واكلوها الشوكولاته وهم عارفين اللي عندها السكر. طبعا تيتا صفيه عارفه النسبه اللي هي بتاكلها من الشوكولاته اللي بتخليها ما تتاذيش، فهنا بيلبسوا قضيه شروع فقد. فهنا بقى اتقبض على فايزه وجوزها وكل عيلتها بقى اللي هم كانوا في الشقه، وهنا ترجع الشقه لحمدي وياسمين. لما راحوا للمأذون بقى في اخر مشهد في الحلقه عشان يتطلقوا، وقعدوا اللي هو حمدي يحاول يقنعها ان هم ما يتطلقوش لان هو مش عاوز كده. في وسط المشهد ده ياسمين بيغموا عليها وبيكتشفوا في الاخر انها حامل في توأم تاني. كده بقى احنا خلصنا المسلسل. تعالى بقى اقول لك رايي في المسلسل بعيد عن الملخص، ومش لازم رأي يكون انت متفق معاه فيه. المسلسل الصراحه لايت كوميدي بيعتمد على كوميديا الموقف، شايف اللي هو مفيش ابتزاز في الموضوع ومفيش كوميديا اللي هي بقى افيه والكلام ده. شايف ان شخصيه مصطفى غريب فعلا اكبر مكسب من رمضان كله، هي شخصيه مصطفى غريب اللي طلع بره دور الطفل من المسلسل الكبير، فالحمد لله اللي هو قدر يديله مساحه. وهو اصلا هشام ماجد طلع في برنامج وقال لك اللي هو دوره ما كانش كبير للدرجه دي، هو بس المخرج اداله مساحه وهو قدر يستغل المساحه دي. زي ما قلت في نص الفيديو اللي فعلا ممكن الناس تختلف معاه في الموضوع ده، واللي انا حسيت ان مصطفى غريب في المسلسل كان بيعلي على هشام ماجد وكان بينجح في الموضوع. طبعا مفيش عمل متكامل ففي سلبيات في المسلسل. تعال اقول لك من وجهه نظري ايه السلبيات دي، وهم انهم اهتموا باول 4 شغالات زي مثلا انعام سالوسة وانتصار وايمان السيد وريم الخوري، فكان في مشاهد كوميدي بين الشغالات وبين حمدي وياسمين، وهو ده اللي كان ضايف نوع من انواع المواقف الكوميديه جنب طبعا شخصيه عربي والدكتور والكلام ده. لكن جم بعد كده حطوا مثلا زي انجي وجدان وزي نوع عابدين، ففعلا ما كانش فيه ولا مشهد كوميدي بيجمع بين الشغاله وبين حمدي وياسمين لانهم ما لهمش في الكوميديا قوي. بس ما تنساش في اخر الفيديو لو عجبك الملخص فابعت لي في الكومنتات انت عاوز ملخص لانهي مسلسل في رمضان وانا هعمله ان شاء الله، وما تنساش اللايك والفولو. سلام.